اليوم يعني وجودنا هون كتكتل توافق وطني هو للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات أمنية في هذا البلد التي كانت مهددة نتيجة الفراغ الحاصل والمتراكم. لذلك كانت قناعتنا ونحن تكلمنا بهذا الشيء منذ أكثر من 50 يوم بأننا نحن ضد الفراغ، ونحن لسنا مع التمديد لأشخاص، ولكن التمديد للأجهزة الأمنية في الحفاظ على الاستقرار وعلى الأمن في هذا البلد. لذلك أنا أقول أنه من يحاول أن يصور بأنه ما حصل اليوم هو إنجاز أو انتصار لفريق على فريق آخر، نحن نقول كلنا لبنانيون، ما حدا بيزايد على حدا، وكلنا مع الاستقرار. وشكرا. بس هيك عم ترضي لجبران بس أنا ما عم أرضي إلا ضميري، وما عم أرضي إلا وطني، وإلا أنا ما كنت هون اليوم. أنا كنت هون، أنا صومت مع القوانين المدموجة لأنه شفت أنه ما في حل بهالحالة هيدي إلا بالتمديد لهذا الشيء. ولكن ما نقوم به اليوم، كل ما نقوم به هو اختراعات وهو تمديد للأزمة. نعود للأصل، وهو أن نذهب فورا إلى انتخاب رئيس جمهورية الذي بوجوده تعود المؤسسات الدستورية لممارسة عملها بشكل جيد وقانوني. ونقول أيضا أن نعود إلى ما طرحه الرئيس نبيه بري، وأنا أدعو الجميع للاحتكام إلى هذا المنطق، لأن لبنان لا يقوم إلا على التوافق وإلا على الحوار. أن نعود إلى طاولة حوار فورية ضمن الشروط التي قالها الرئيس بري، أن يكون بندا وحيدا وهو انتخاب رئيس جمهورية. اليوم انتوا هيك زعلتوا جبران باسيل ومشيتوا مع القوات اللبنانية. انتوا مين يعني؟ يعني حضرتي نحن مشينا مع ما يرضي البلد ومع الاستقرار في هذا البلد ومع الأمن في هذا البلد. لذلك أنا برضي ضميري، وأنا بشوف أنه عندهم رأيهم، عندهم. ما بعرف، بدك تسألي الحزب. يعني هيدا القرار كان لازم يتاخد بالحكومة من أسبوع ومن أسبوعين ومن شهر ومن شهرين. دائما نحن بنترك الأمور لآخر لحظة، وآخر لحظة بنركض بنقول يا لطيف قوموا شوفوا شو بدنا نعمل. ما فينا نضلنا تاركين البلد بهيدا الشكل. نرجع للأصل، نروح ننتخب رئيس جمهورية. اول مره بتتوافقوا مع القوات وضد تيار وطني. نحن نتوافق مع القانون ومع الدستور ومع الاستقرار في هذا البلد. حزب الله وجبران باسيل لم يتوافقا مع القانون واللي عم بتقول. أنا عم أحكي عن نفسي. موضوع انا عم بتوافق مع القانون. ما عنده حساباته. وأنا برأيي هذه الجلسة مرت بسلاسة وكان هناك غطاء، ولذلك لولا هيك ما كانت مرت. فشكرا.